أستاذ وحيد حامد بعد خروجي بالضبط بشهرين كلّمني، قال لي: "أنت فين؟ تعالَ لي." فرُحت، فبَص لي كده قال لي: "بُص أنا كنت بس عايز أتأكد إن أنت لسه كويس." فقال لي: "بُص أنا باعمل للجماعة الجزء التاني وعايزك معايا وهامضّيك النهارده وحتى كلّمهم في الشركة قال لهم عزمي تصرفوا له 20% إمم، عربون عشان الراجل كده يرستق نَفْسه كده إمم، ويضبط أموره." إمم، دلوقتي الفنان كان عنده أزمة، كان اتسجن شوية وطلع من السجن، قعد فترة ما بيشتغلش ومش لاقي شغل. فكان نزّل بوست من فترة بيشتكي فيه من قلة الشغل وبيناشد زمايله إن هم يشغّلوهم معاه وإن هم يوصّلوه بشركة المتحدة للإنتاج علشان يشوفوا له أي دور في أي مسلسل في رمضان. وبالفعل حد من الشركة تواصل معاه واحتضنوه ولقوا له دور في مسلسل في رمضان، والدور اللي جه قدّامه وافق عليه لإنه أصلًا ما عندوش شغل. يعني هو أصلًا لو ما وافقش على الدور ده فهو قاعد في بيته ما عندوش شغل. مش عارف ممكن نقول اضطر إن هو يوافق أو ما لقاش حاجة قدّامه غير كده فوافق على الدور ده. إيه هو الدور اللي هيعمله ده أو إيه هو المسلسل اللي هيمثل فيه؟ من فترة الشركة المنتجة أو المنصة المنتجة للمسلسل نزّلت الصورة دي كدعاية للمسلسل. وخلّينا هنا نقول أو ممكن مثلًا نخمّن إن الصورة دي نزلت نوع من أنواع جذب الانتباه ونوع من أنواع الدعاية السلبية. يعني ممكن تكون المنصة عايزة تعمل دعاية للمسلسل فمن غير إعلانات ممولة ولا حاجة ومن غير صرف ومن غير مصاريف هم عارفين إن إحنا ممكن لو نزلنا الصورة دي تستفز بعض الناس ويعلقوا عليها ويشيروها، فدي هتبقى نوع من أنواع الدعاية السلبية للمسلسل. وقد كان كل الناس أو ناس كتير جدا شيروا الصورة دي وبدأوا ينزلوها ويعلقوا عليها ويدافعوا عن السمت الديني ويدافعوا عن مظهر الشيوخ ويدافعوا لحد ما الصورة بقت ترند والفنان بقى ترند ومحدش أصلا عارف ايه اسم المسلسل اللي هيمثل فيه ولا مين هم الممثلين اللي معاه ولا حد عارف اي حاجة ولا حد اصلا شاف دوره. مش يمكن هو اصلا دوره شيخ طيب بس بيبرق في اول مشهدين وبعد كده حد بينصحه فبيبقى شيخ طيب. محدش شاف حاجة، محدش مش عارفين ايه المسلسل بس لا احنا اول ما شفناه او بعض الناس اول ما شافوه ده بيهاجم، ده بينتقد المشايخ، انه يسيء الى الدين. اللي لفت نظري بقى في الموضوع ده احنا ليه حطينا الدين وليه حطينا السمت ده موضع اتهام وبدأنا ندافع عنه. يعني انا اسف هو اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. يعني انت ليه الموضوع ضايقك؟ ما يا باشا صباح الفل، ما شيخ مكشر ولا شيخ مبوز يعني ما تولع يا عم. انا عارف الشيوخ، انا معاشر الشيوخ وعارف ان الناس دي محترمه وناس طيبه وفي وسطنا في كل مكان. فلما انت تجيب لي شيخ مبرق يعني في التلفزيون انا هخاف من الشيوخ؟ ما انا معاشرهم الشيوخ في حياتي. فانت بناء عليه ليه بقى حطيت المشايخ وليه حطيت اي حد بدقن موضع اتهام ان المسلسل بيوجه له تهمه ان هو حد مكشر وحد غليظ وبدات تدافع عنه؟ ما تفكك يا عم، ما تشغلش بالك. يعني انت ليه تنجرف وراهم وتحقق لهم اللي هم عايزينه بالدعايه السلبيه اللي هم عايزين يعملوها للمسلسل؟ وابو دقن نفسه بدا يدافع عن نفسه وينزل صورته وهو بيضحك ولا احنا والشيوخ مبتسمين واحنا مش كده. ما احنا عارفين يا شيخ حضرتك مش محتاج تقول كده، احنا عارفين ان حضرتك كده فانت مش محتاج تقول ان انا مش كده وهم بيوجهوا احنا عارفين والله الكلام ده. وعشان احنا عارفين الكلام ده انا مستغرب احنا ليه بدانا ندافع عن المشايخ. محدش عايش في الدنيا او عايش في وسطينا لما يشوف الصوره دي هيكره الشيوخ. ممكن بعض الناس اللي مش معاشرين شيوخ او ما بيشوفوش حد في حياتهم متدين او ملتزم ممكن يعني ينفروا شويه من السمت ده، بس احنا معاشرين المشايخ في حياتنا واصحابنا وحبايبنا وبنشوفهم في المسجد وفي الشغل وفي الشارع وفي المدارس وفي كل مكان. مش هنخاف منهم او ننفر منهم لما نشوف صوره زي دي. فانت ما تفكك يا عم، اللي ينزل واللي يولع يولع، شاغل نفسك ليه بمسلسل يعني في الاخر. وان كان برضك من وجه الانصاف المثال ده موجود في حياتنا. يعني مثال الشيخ الغليظ المكشر اللي كره الواحد في حياته ده موجود في حياتنا برضه، موجود في بيوتنا وموجود في شغلنا وبنشوفه كتير في الشارع وبنقابله في انماط كتير من انماط الحياه. وممكن حد بيسمعني دلوقتي يكون واجه المثال ده في حياته، سواء في انا نفسي واجهت الامثله دي في حياتي، شفت شيوخ بالمنظر ده. هو كده، هي دي صباح الخير بتاعته. بس ده يعني ما يعممش على كل المشايخ. يعني ده ما خلانيش كرهت المشايخ وان كان المثال موجود على ارض الواقع مش في مسلسل بقى. يعني المثال ده حقيقة موجود على أرض الواقع وبنتعامل معاه وبنعاشره. ما خليناش كرهنا المشايخ لأن احنا ما بنتعاملش مع المشايخ أو ما بنتعاملش مع كل واحد هو مربي دقنه ولا لأ. أنا بتعامل مع الإنسان بشخصه. والله هو مربي دقنه لنفسه، حالق دقنه لنفسه، هو إنسان محترم، هو بيتقي ربنا سبحانه وتعالى في معاملاته، هو إنسان ودود لطيف،
ماليش دعوه بقى مربي دقنه ولا مش مربي دقنه. فمن باب الانصاف خلينا نقول ان المثال ده موجود على ارض الواقع في وسطنا وبنعاشره، ومع ذلك ما كرهناش في السمت ده وما كرهناش في الشيوخ. فاحنا مش صوره يعني في مسلسل هي اللي هتهزنا وتخلينا نكره المشايخ. فانت ما تحطش المشايخ بقى، او لو انت شيخ ما تحطش نفسك موضع اتهام وتبدا تدافع بقى بسبب صوره مسلسل. لا يا باشا، اللي ينزل احنا عارفين اللي فيها يعني، كلها عارفه بعضها. انت محدش اتهمك بحاجه، او محدش اتهم الشيوخ ان هم مكشرين. يعني هو لو كان جاب واحد مثلا بتيشيرت كوره ومن غير دقن وواقف مكشر التكشيره دي، كانوا لعيبه الكوره هيطلعوا يدافعوا عن نفسهم ويقولوا لا ده احنا بنهزر. ما كانش حد يعمل كده. ما تهري، ما تهري يا عم، ما انت اهري. والله. فانا ليه بقى اول ما اشوف صورة شيخ مكشر انهم يا يحاربون الدين، انهم لا والله الشيوخ مش كده. يا حبيبي احنا عارفين ان الشيوخ مش كده. فانت ما تخليش انت بقى الشيوخ كده وتبدا تدافع عنهم. لا احنا عارفين ان الشيوخ مش كده. وخليني برضو اوجه رساله لكل شيخ غليظ او لكل شيخ ده سمته، حتى لو هو مربي دقنه ولابس جلابيه وباين عليه سمت الالتزام ومع ذلك باين عليه سمت الغلظه. خليني اقول لك يعني اتق الله في نفسك، واتق الله في اللي حواليك، واتق الله في دين ربنا سبحانه وتعالى، لانك بتشوهه وبتسيء ليه. اتق الله في اهل بيتك. يعني في شيوخ والله مش الكلام يعني ملوش لازمه، بس ده موجود في حياتنا. في ناس بتكره الناس في حياتها. يعني فرساله لكل شيخ عليه سمت الالتزام وعليه سمت الغلظه، اتقي الله في دين ربنا سبحانه وتعالى، واتقي الله في الناس اللي حواليك. ورساله ليك انت بقى، سواء انت كنت شيخ او مش شيخ، ما تنجرفش ورا الكلام ده، ما تشغلش بالك، سيب اللي يهري. مش صوره مسلسل على السوشيال ميديا هي اللي هتخليك تقعد تتنطط وتقعد تقول لا مش انا والله ما كده، مش انا مش كده والله. ما يا عم فكك يا عم، فكك، خلي اللي يهري يا عم، ما تنجرفش وراهم، ما تحقق لهمش اللي هم عايزينه. يعني احنا بالشير وبالتعليق على الصوره، وده يقول مش انا، وده يقول احنا مش كده، وده يقول الشيوخ مش كده، احنا كده عملنا دعايه للمسلسل. كل الناس هتبقى مستنيه بقى، طب اما نشوف بقى المسلسل ده بقى هيقولوا ايه على الشيوخ بقى، اما نتابع بقى ونشوف. ما انت عملت دعايه للمسلسل. ففكك، ما تشغلش دماغك. احنا عارفين ان الشيوخ مش كده، ولو انت شيخ المفروض تبقى عارف نفسك ان انت مش كده. ولو انت كده وبتدافع عن نفسك بجد وعمال تقول لا انا مش كده، فما تبقاش كده، ما تبقاش شيخ غليظ. وبالمناسبه مش كل حد مربي دقنه ويتقال عليه شيخ. الدقن سمت من سمت الاسلام، سنه من سنن الاسلام. يعني تعالى مثلا نتخيل ان واحد مش مربي دقنه وبيشرب وهو قاعد، هنقول عليه شيخ؟ هيبقى انسان عادي مسلم طبق سنه. فهي الدقن او اللحيه سواء سنه مؤكده او سواء سنه او سواء فرض في بعض المذاهب، بس مش هي اللي هتخلي لي الانسان ده شيخ. هو انسان مسلم مربي دقنه، او انسان مسلم ملتحي، او انسان مسلم حالق شنبه. ادي الموضوع. انسان مسلم بيلبس جلابيه، انسان مسلم بيلبس قميص وبنطلون. فمش اي حد بدقن يتقال عليه شيخ. فلو انت حتى شفت مثال من الامثله دي، ولو شفت حد مربي دقنه وغليظ ويكرهك في حياتك، ما ممكن ما يبقاش هو ملتزم اصلا ومربي دقنه كده وخلاص، والشيخ راح والشيخ جه. فمش اي حد حاطط شعرتين هنا نقول له يا شيخ، ومش اي حد مربي دقنه يطلع منه تصرف ما يعجبناش ننسبه لكل الشيوخ. ما كل واحد يشيل شيلته يا جدعان. يعني ليه واحد عمل حاجه غلط هنشيلها للبشريه؟ ليه؟ ما كل واحد يشيل شيلته. فانت لو لقيت شيخ اتعامل معاك معامله وحشه، هو وحش، مش الشيوخ كلهم وحشين. حبيت بس ان انا اوضح الكلمتين دول، او حبيت ان انا اطلع اهري زي اللي بيهروا انا كمان. يعني جت عليا. السلام عليكم.